الحضور الكريم. نلتقي اليوم بهذه المحطة المفصلية من تاريخ مدينتنا الحبيبة لنضع أمامكم رؤيتنا وبرنامجنا الانتخابي إيمانا منا بأن صيدا تستحق الأفضل، وأن أبنائها قادرون على تحقيق التغيير الإيجابي الذي ننشده جميعا. ينطلق برنامجنا من رؤية راسخة لصيدا كمدينة متقدمة ومستدامة تصون إرثها وتواكب التحولات وتحتضن جميع أبنائها ضمن نسيج جامع يعكس تنوعها ويفتح أبوابها للمواطنين والزوار. يقوم البرنامج على مرتكزات متكاملة تجسد 3 مقاربات مترابطة، وهي معالجة التحديات والثغرات في الخدمات الأساسية والتنظيم والإدارة المحلية، استكمال المبادرات الناجحة والبنى التحتية القائمة وتثبيت ما تحقق من منجزات، استحداث مشاريع تنموية مبتكرة تعكس حاجات المجتمع وتحاكي التحولات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ويشمل البرنامج مجالات ملحة وأساسية منها استكمال وتطوير ملفات التخطيط المدني للمناطق والأحياء في صيدا، تحسين البنى التحتية والنقل العام والخدمات العامة، ومعالجة الملفات البيئية والصحية العالقة، وتعزيز الواجهة البحرية وتنشيط السياحة والتراث والرياضة. ويقوم البرنامج على جلب استثمارات ومساهمات محلية وخارجية وعلى الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتطوير الأسواق والمنشآت الاقتصادية ضمن المعايير البيئية المستدامة وممارسات الاقتصاد الأخضر. ونولي اهتماما خاصا يجعل صيدا مدينة متكافلة متضامنة ومستقرة من خلال توسيع القدرات المحلية في مجالات الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بما يشمل كبار السن والشباب والفئات المهمشة، وتطوير برامج الحد من إدارة مخاطر الكوارث والأزمات ومجالات إدارتها وربطها بالمراقبة البيئية. ونعتمد في برنامجنا على آليات تنفيذية واضحة تستند إلى الإدارة الفعالة للموارد والسياسات ومشاريع البلدية عبر التخطيط العلمي والشفافية والتشاركية في التنفيذ والمتابعة مع كافة الأطراف والقطاعات وهيئات المجتمع المدني والاقتراض الصيدوي، ومن خلال مسار حضري مستحدث وعبر المنصات الإلكترونية لضمان مشاركة جميع أبناء المدينة في نهضتنا. ونلتزم في تنفيذ البرنامج على العمل في إطار دولة القانون ونظام المؤسسات، ويشكل التنسيق الفاعل والدائم مع الوزارات والمؤسسات العامة واتحاد بلدية صيدا الزهراني ركيزة أساسية لبرنامجنا نحو تحقيق مسار تنموي عادل ومتوازن ودائم التجدد. وتضم لائحة صوى لصيدا السيدات والسادة المهندس مصطفى ماجد حجازي، الدكتور أحمد سعيد عكرة، السيد عامر عفيف معطي، السيد وائل أمين قصد، الأستاذ ربيع علي الحركي، الأستاذ عبد الكريم علماوي، السيد هشام أحمد وليد شرادي، المهندسة براء سعد الدين الحريري، المهندس يوسف إدوار طعمي، الأستاذ حسن خليل الزعتري، السيد خالد محمود عفارة، السيدة أنجي محمد سهيل عطروني، السيد إيهاب مصطفى البزري، المهندسة نور أحمد نجيب نحولي، السيد هادي هلال حبلي، المهندس حسام عفيف أبو زينب، الأستاذ أحمد محمد هاني شعيب، المهندس سمير محمود جمعة، السيد لويس يوسف عطية، السيدة دانيا يوسف بيضون، السيدة رشا طارق السيتي. وفي حال فوز اللائحة في الانتخابات البلدية سيكون الدكتور أحمد سعيد عكرة نائبا للرئيس، وستعين السيدة وفاء وهب شعيب مستشارة رئيس البلدية للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي. شكرا لكم على حضوركم. معا سوا لصيدا من أجل مدينة متجددة عادلة ومستدامة تحفظ كرامة أهلها وتصون تاريخها وتصنع مستقبلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا على الله يخليك. هيدا المينيموم. Aku telah